الصيف بالنسبة لناس كتير مجرد وقت فراغ، سهر، نوم، موبايل وخروج وخلاص. لكن الحقيقة إن الصيف ممكن يبقى أكبر فرصة تتغير بيها حياتك بالكامل، لأن لأول مرة عندك وقت كفاية تركز على نفسك بجد. الوقت اللي طول السنة كنت بتقول فيه ما عنديش وقت بقى قدامك دلوقتي. والسؤال الحقيقي، هتستغله ولا هتضيعه؟ الصيف ده ممكن يبقى نقطة التحول في جسمك. بدل ما تفضل مأجل التمرين وتقول بكرة، تقدر تبدأ تهتم بصحتك فعلا، تنزل الجيم أو تتمرن في البيت، تظبط أكلك، تقلل الحاجات المضرة، وتشوف نفسك بعد شهرين أو 3 بشكل مختلف وثقة مختلفة. الفكرة مش إنك تبقى مثالي، الفكرة إنك تثبت لنفسك إنك تقدر تلتزم وتكمل حتى وقت الكسل. ومش جسمك بس، عقلك كمان محتاج يتطور. تخيل بعد الصيف تكون بتتكلم إنجليزي أحسن، قريت كام كتاب، اتعلمت مهارة جديدة، أو حتى بقيت فاهم الدنيا أكتر. الناس القوية فعلا مش بس شكل، الناس القوية عقلية وطريقة تفكير وانضباط. كل ساعة بتقضيها في التعلم دلوقتي ممكن تفرق معاك سنين قدام. وكمان دي فرصة تبدأ تحسن حياتك المادية حتى لو بشكل بسيط. تتعلم مهارة أونلاين، تبدأ شغل حر، مونتاج، تصميم، كتابة، أي حاجة تحبها. بدل ما تفضل مستني الفلوس تيجي لوحدها، ابدأ ابني نفسك من دلوقتي. حتى لو البداية صغيرة جدا، الخبرة اللي هتاخدها هتفرق معاك بعدين بشكل كبير. المشكلة إن أغلب الناس بتضيع الصيف كله في الراحة المؤقتة، وفي الآخر يرجعوا نفس الشخص بنفس العادات ونفس المشاكل. لكن في ناس تانية بتستغل ال3 شهور دول كأنهم سنة كاملة تطوير، ولما الدراسة ترجع بيبقوا متغيرين فعلا، جسم أحسن، عقلية أحسن وثقة أكبر. فاسأل نفسك، بعد نهاية الصيف تحب تبص لنفسك وتقول أنا ضيعت وقتي، ولا تقول الصيف ده كان بداية جديدة لحياتي؟ ابدأ حتى لو بخطوة صغيرة، تمرين بسيط، كتاب، تعلم مهارة، تنظيم يومك. لأن التغيير الكبير عمره ما بدأ بخطوة كبيرة، دايما بيبدأ بقرار صغير إنك أخيرا تاخد نفسك بجد.